مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنعمل لكم اكله الاطفال اللي عندها ما بياكلوش البيض او مش بياكلوا خضار احنا هنعمل لكم اكله تحطي فيها البيض والخضار، وتبقى اكله لذيذه جدا. ممكن تستعمليها في الفطار، ممكن تستعمليها في العشاء. اقول لكم المكونات: بيضتين، طماطم، فلفل الوان او الفلفل اللي تحطيه، زيتون متقطع، لبن مش هناخد الكميه دي كلها، هناخد شويه، بهارات، موتزاريلا، وعلى حسب الاختيار براحتك، عايز تحطي ما تحطيش. استنى، دلوقتي هنحط المكونات بتاعتنا. تحط نص كمية اللبن دي، نضربهم. هنحط شوية ملح، شوية زيتون. الزيتون فيه درجة حدوقية فما تكتريش الملح. شوية طماطم، الفلفل. طبعا انا زودت كمية الخضار والزيتون والطماطم شوية. هنا طبعا في الاير فراير هنحط ورقة الزبدة، وهنرش رشة زيت بسيطة جدا. هنحط في الاير فراير في طبق السيليكون بتاع الاير فراير اللي انا قايل لكم عليه، هنرش رشة زيت بسيطة. رشينا رشة زيت خفيفة، هننزل بقى بالطبق، طبق السيليكون بالشكل ده. نوزع الخضار كده عشان تبقى بيتزا بيض، وهننزل بالموتزاريلا. طبعا موتزاريلا خيار، عايزه تحطي مش عايزه مش ضروري. ندخل بيها الاير فراير، وبعدين نشوف البرنامج اللي هنظبط عليه. انا هظبط على البرنامج ده 180. انا هجيب دي 180. تمام كده. ولو عايز ازود درجة الحرارة بزود درجة الحرارة من هنا 180، لا خليها 185 هكذا، بس انا عايزها على 180. والوقت بتاعنا من هنا لو انا عايز ازود، بس انا مش عايز ازود، انا عايز على 15 درجة، وطبعا 15 دقيقة اقصد. وكل شوية تبص عليها في ال 15 دقيقة. ندي اوكي من هنا. بسم الله. انا هفتح دلوقتي اشوفها. بسم الله ما شاء الله. طبعا لازم اشوفها في حاجة خشب كده عشان خاطر اشوف استوت ولا لا. لو طلع فيها بيض او حاجة شبه العجين يبقى ما استوتش، انما هي مفيش حاجة طلع فيها خالص كده، استوت وزي الفل ما شاء الله. شوف هي خدت كام دقيقة. انا كنت ظابطها على 15 دقيقة، فاضل 4 دقايق، يعني تقريبا خدت 10 دقايق. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسوش على قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا.